لحد من 6 سنين بس كان عشان تلاقي عميل لازم تقعد تدور وتفرق في المواقع عشان تلاقي حد محتاج خدمتك، او تفضل تدور بنفسك على محلات او شركات يمكن تلاقي حد محتاج خدمتك، ولما تلاقيه ما تفرحش قوي لانك هتنافس مع عشرات الالاف اللي في نفس تخصصك على نفس الخدمه. وانا بصراحه زهقت من السباق ده لحد ما ظهر الاي اي، وقلت لنفسي طالما الذكاء الاصطناعي وصل لمرحله ذكاء عاليه جدا، طب ليه ما اخليهوش هو اللي يدور على العملاء؟ ومن هنا جات لي فكره فيديو النهارده هنبني مع بعض اي اي ايجنت وافهمه بالظبط انا بدور على ايه، وهديله 48 ساعه بس، وهنشوف في اخر التحدي هل هيقدر يلاقي فرص حقيقيه ولا لا، وكمان هل الشركات او الاشخاص اللي قايلهم دي هيردوا عليا فعلا، والاهم من كل ده هل هنلاقي عميل مستعد يدفع قسط خدمتي؟ وده اللي هنشوفه خلال فيديو النهارده. تابعوا الفيديو للنهايه عشان نعيش مع بعض من رحله بناء الايجنت لحد ما نكلم اول عميل، ويلا بينا نبدأ. الفيديو ده برعاية ايسا. يا هلا يا هلا يا هلا، وحشتوني جدا. سحبه كبيره انا عارف، بس ان شاء الله اللي جاي فيه مواضيع محمسه جدا وهتعجبكم ان شاء الله، وعشان احمسكم اكتر اغلبها هيكون عن مجال الالكترونيك. المهم في البدايه كده خليني احكي لكم اصلا انا ليه قررت اعمل التجربه دي. انا بقالي فتره مش قليله بحاول ادخل مجال الفريلانس، واكتشفت ان اصعب حاجه فيه مش انك تتعلم المهاره ولا انك تكون شاطر فيها. اصعب حاجه قابلتها وممكن ما تجيش على بال حد فيكم هي انك تلاقي العميل نفسه، وده هو اكبر تحدي بيقابله اي حد بيشتغل في مجال الفريلانس ايا كان ايه تخصصه، لان اول ما تفتح اي موقع فريلانس هتلاقي الاف من الناس بيقدموا على نفس المشروع، وكل واحد بيحاول يقنع العميل ان هو الافضل. وحتى لو عندك مهاره كويسه ده مش معناه ان العميل هيختارك. وعن تجربه انا شخصيا قدمت على مشاريع كتيره جدا وعرضت خدماتي في اكتر من مكان، وفي الاخر للاسف ولا حد رد. وعشان زيك بدات اسال نفسي مفيش اي طريقه ثانيه تجمع العملاء بعيد عن المواقع دي؟ طيب عشان تقدر تبيع خدمتك ففي الغالب قدامك 3 طرق. اول طريقه وهي مواقع الفريلانس زي اب وورك او فريلانسر او مستقل وغيرهم، وهناك هتبدا تقدم على مشاريع وتستنى حد يختارك. وتاني طريقه وهي ان يبقى عندك معارف او شبكه علاقات. وبالنسبه لاول طريقه فانا شخصيا جربتها، والحقيقه كانت تجربه مش احسن حاجه، وقدمت على مشاريع كتير وفي الاخر للاسف ما كانش فيها اي نتيجه. فكان فاضل قدامي حل واحد بس، وهي ان ادور على عملاء بنفسي. ولكن هنا ظهرت مشكله ثانيه. طيب عشان ادور على العملاء بنفسي كان قدامي حل من 2، يا اما انزل برجلي الف على المحلات والشركات والمطاعم اللي حواليا واشوف مين فيهم ممكن يكون محتاج خدمتي، وده بصراحه كان شيء مرهق جدا جدا يعني. الحل التاني هو ان ادور عليهم اونلاين، وانا في البدايه كنت فاكر ان دي اسهل بكتير، لكن اول ما بدات اكتشفت انها مرهقه بشكل مش طبيعي، لان كل شركه لازم ادور عليها لوحدها واشوف اصلا عندها ويب سايت ولا لا، ولو عندها هل الموقع كويس وشغال ولا قديم. وبعد كل البحث ده ابدا ادور بقى على مين الشخص المسؤول، وادور له كمان على وسيله تواصل عشان اتواصل بيها معاه. وتخيلوا السيناريو ده كله بيتم على شركه واحده بس، وبعدين ارجع اعيد نفس الخطوات مع الشركه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. والمشكله ان ولا خطوه من دول صعبه، المشكله بس ان الموضوع روتيني جدا، ولما تكررهم على 20 او 30 او حتى 100 شركه ممكن يضيع منك ايام في شغل اي حد هيقراه بعد نص ساعه. وساعتها بدات افكر ليه ما استغلش الذكاء الاصطناعي في حاجه زي كده؟ ليه ما يعملش هو الشغل الروتيني ده بدلا مني؟ ومن هنا قررت ابني اول اي اي ايجنت اعمله، واشوف هل فعلا هيقدر يؤدي المهمه دي ولا لا. اللي جاي بقى الشرح العملي، وعلى راي دكتور ميكر. ايوه صح، الفيديو هذا ممكن يكون طويل شويه، بس كالعاده انا فيديوهاتي كلها مقسمه، يعني اذا في جزئيه تعرفها وما انت مهتم فيها تقدر تقدمها وتروح للجزئيه اللي تبغاها، عشان اذا عندك تعفن دماغي ما تطيرني انا واليوتيوب روح تسوي سكرول في تيك توك وانستغرام. طيب اول خطوه هنعملها وهي ان احنا نحمل هيرمس ايجنت، وانا كان قدامي اختيارات كتيره بس استقريت على ده في الاخر. وما تقلقش من المسميات، لو مش فاهم عن ايه ايجنت هشرح لك كمان شويه. المهم عشان تحمله هتخش على الويب سايت بتاعهم وهتنزل تحت شويه وهتدوس على داونلود فور ويندوز، وهتستنى شويه لحد ما يحمل، وهو حجمه مش كبير حوالي 7 ميجا. طيب بعد ما نخلص هنثبته زيه زي اي برنامج تاني، هندوس على انستول وهنستنى شويه لحد ما يخلص باقي الحاجات دي. المهم انا كنت مثبته قبل كده فمش محتاج اثبته تاني، فهدوس على كانسل وهبتدي افتح البرنامج. طيب وبعد ما يفتح معاك البرنامج هيظهر لك الواجهه بالشكل ده، وعشان نشغله لازم نربط معاه اي بي اي من اي موديل موجود، لان هو مش بيشتغل لوحده، لازم تربط معاه اي بي اي من اي موديل ذكاء اصطناعي موجود على النت، سواء جي بي تي او جيميناي او اي موديل انت تحبه. طيب ازاي تربط اي بي اي من اي موديل انت تحبه؟ خليني اديكم مثال. خلينا مثلا ولنفترض ان احنا هنربط اي بي اي من ديب سيك، فهنخش على موقع ديب سيك وبعد كده هندوس على اكسس اي بي اي، وبعد كده هتفتح معانا الصفحه دي، هندوس على اي بي اي كيز، وبعد كده كرييت نيو اي بي اي كي وهنسميه باي اسم، وليكن مثلا انا هسميه تيست، وبعد كده كرييت اي بي اي كي. هيظهر معانا المفتاح ده، وطبعا ده لازم اي حد ما يشوفوش، بس انا همسحه بعد الفيديو ده على طول فعادي مش مشكله. المهم هناخده ناس ونروح لهيرمس، وبعد كده نضغط على السهم اللي تحت ده، وبعد كده ايديت موديلز، ومن هنا نختار اد بروفايدر، وبعد كده على فاير ووركس اي اي، وبعد كده هننزل للموديل اللي احنا اخترناه وهو كان ديب سيك، وبعد كده هنحط الاي باي كي هنا اهو، وبعد كده نضغط سيف، وبكده يكون العمليه تمت. اظن مفيش اسهل من كده. لو دوست هنا على ريفريش موديلز هيبتدي يظهر معاك، بس انا تقريبا عشان عندي مشكله في الانترنت فمش ظاهر عندي. المهم انا كنت رابط قبل كده موديلز من جيميناي وهم دول الموجودين، فخلينا نجرب حاجه فيهم جيميناي فلاش، وخلينا نقول له هاي كتجربه مثلا ونشوفه شغال ولا لا. هتلاقيه بيرد علينا اهو، وده معناه انه الحمد لله شغال. وبكده نكون انتهينا من اول خطوه.
طيب قبل ما نبدا التنفيذ خلينا الاول نفهم احنا محتاجين الاي اي ايجنت يعمل ايه بالظبط والورك فلو كله هيمشي ازاي. الفكره ببساطه اني هقول له على نوع العملاء اللي انا بدور عليهم، سواء مطاعم او عيادات او محلات او شركات او اي نوع عميل انا احدده، وبعدها هبدا احدد له شويه شروط زي مثلا اقل تقييم للشركه، الشركه دي محتاجه ايه او بتقدم ايه، وكمان عدد الشركات اللي انا عايزه يجيبها لي. وده اللي انا كنت بعمله بالفعل قبل ما ابني الاي اي ايجنت ده، فاكيد ده هيوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا. والشروط دي هدفها ان احنا نستفيد من النتيجه باكبر طريقه ممكنه. واول ما ابدا تشغيل الايجنت هيبدا يلف على جوجل مابس ويعمل كل الشغل اللي انا كنت بعمله تقريبا. هيبتدي يجمع لي الشركات اللي تنطبق عليها الشروط دي، ويجيب اسم الشركه وتقييمها وعدد الريفيوز ووسائل التواصل المتاحه للشركه دي واي معلومات تانية ممكن تساعدني بعد كده. وفي نفس الوقت هستبعد اي شركه بياناتها ناقصه او مش مطابقه للشروط اللي انا حددتها. وطبعا في الاول مش هخليه يجيب مئات الشركات نجرب عليهم، احنا نبدا الاول بعدد صغير، ولو طلعت كويسه هنبدا نكبر التجربه واحده واحده. طيب دلوقتي ممكن حد يسالني حلوه الفكره جدا تمام وزي الفل، بس ازاي ده ممكن يجيب لي فلوس؟ بص يا سيدي، انا مش حابب اطول في الكلام النظري كتير لاننا اصلا هنشوف النتيجه مع بعض بعد شويه. بس باختصار شديد، اول ما الايجنت يخلص شغله هيكون قدامي لسته بعملاء وفرص حقيقيه، ومع كل عميل هيكون عندي معلومات كافيه تخليني اعرف هل العميل ده هيستحق ان احنا نتواصل معاه ولا لا. فمثلا لو لقيت شركه ما عندهاش ويب سايت من الاساس، يبقى دي فرصه ان اكلمهم واعرض عليهم ابني لهم واحد. ولو عندهم ويب سايت لكنه قديم او فيه مشاكل او تصميمه مش احسن حاجه، اقدر اعرض عليهم اعاده تصميمه بالكامل. ولو الموقع كويس لكن وجودهم على السوشيال ميديا ضعيف مثلا، يبقى اقدر اقدم لهم خدمات تسويق وهكذا. وبعد ما احدد الفرصه، الايجنت يساعدني ان انا اتواصل مع المسؤول داخل الشركه واتواصل معاه مباشره بدل ما اقعد الف عليه بالساعات. وده اللي انا كنت بعمله قبل ما يظهر الايجنت. وبكده بدل ما اقضي وقتي كله في البحث، هيبقى عندي وقت اركز على اهم جزء، ان اقفل الصفقه وابدا شغل. وده بالظبط اللي هنحاول نعمله في فيديو النهارده ان شاء الله. هخلي الايجنت يدور ويجمع الفرص، وانا هبدا اتواصل مع الشركات ونشوف هل هنقدر فعلا نوصل لاول عميل مع بعض ولا لا. تمام، خلينا بقى نجرب الايجنت عملي، وخلينا اديكم مثال بسيط يوضح اللي انا عايز اقوله. انا هروح لشات جي بي تي وهبعت له البرومت ده، هقول له انا عايزك تعمل لي برومت يجيب احسن التويتات اللي تخص الذكاء الاصطناعي، والبرومت ده هيكون لهيرمس ايجنت. وهقول له انا عايز هيرمس ايجنت يلخصها لي ويعملها لي في جدول، وكمان هقول له ان انا عايزه يتضمن اسم الناشر وعدد التفاعل. طب ده ايه علاقته بالفيديو؟ وهتفهمه قدام. خلينا نبعت له ونستنى البرومت منه. وبعد ما جبنا البرومت خلينا ننسخه هنا ونختار اي موديل، وليكن مثلا اختار الموديل ده ونبعته له، وتعالوا نستنى ونشوف النتيجه مع بعض. وهنا بقى بدات تظهر اول مشكله. بصوا، المشكله مش من الايجنت ولا ان هو غبي، بالعكس هو فهم انا عايز ايه بنسبه 100% وعارف هينفذه ازاي كمان، بس مش قادر ينفذه. طب ليه بقى؟ لانه ببساطه محبوس جوه في القاعه ما يقدرش يخرج منها. بمعنى ان الشركه بتكون محجماه في مواقع ما يقدرش يخرج براها. في بعض الموديلات ما يقدرش يخش على جوجل مابس مثلا، ولا انه يخش يجيب بيانات الشركات، ولا يتعامل مع خدمات هنحتاجها منه بعد كده. ودي نقطه ناس كتير فاهمها غلط. ناس كتير فاكره ان موديلات الذكاء الاصطناعي بمجرد انها بقت ذكيه يبقى تقدر تعمل اي حاجه، والحقيقه انه لا، او مش بالشكل اللي الناس متصوراه. تقدر تفكر، تحلل، تخطط، لكن اول ما تحتاج بيانات حقيقيه من الانترنت للاسف بتقف، لان البيانات دي عشان يوصل لها لازم حد يفتح له الباب. وده بالظبط دور الاي بي ايز، والجزء ده هو اللي معظم الناس مش بتشوف، لانهم مع اول رساله خطا بتظهر من الموديل بيفتكروا ان المشكله منه، بس السبب الحقيقي انه ما عندوش صلاحيه يوصل للبيانات اللي هو محتاجها. يعني من الاخر كده تقدر تقول على موديل الذكاء الاصطناعي لوحده ان مخ ذكي جدا لكنه من غير جسم، ومع امكانيه وصوله للاي بي ايز بيكون عنده ايد ورجل يقدر يتحرك بيهم. وعشان كده قبل ما نكمل لازم نفهم الاول يعني ايه اي بي اي اصلا. عايزه لها شربة ميه دي. الاي بي اي او الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. بتقول ايه؟ بعيدا عن الاسم اللي اتخضيت منه، فانت اكيد سمعت الكلمه دي قبل كده، ولو اول مره تسمعها فصدقني الموضوع ابسط بكتير مما تتخيل. بص يا سيدي، تخيل انك قاعد في مطعم وعايز تطلب اكل. اكيد مش الطبيعي انك تقوم تدخل المطبخ وتدخل تقول للشيف انا نفسي في ملوخيه، صح؟ اللي بيحصل انك بتقول الطلب للجرسون، والجرسون يدخل المطبخ يوصل الطلب ويرجع لك بالاكل. وده بالظبط اللي بيعمله الاي بي اي. فالاي بي اي هو مجرد وسيط بينك وبين الخدمه اللي انت عايز توصل لها. وخلينا نديك مثال تاني قريب للي احنا بنعمله دلوقتي. انا عايز اعرف عدد مشاهدات لفيديو على اليوتيوب على سبيل المثال. هل اخلي الاي اي يخش على جوجل كروم ويكتب يوتيوب ويبحث عن الفيديو ويجي لي عدد المشاهدات؟ بعض الموديلات اللي بيكون لها صلاحيه بتقدر تعمل كده، ولكن انا بتكلم دلوقتي بشكل عام. مش ده السيناريو اللي بيتم ان يوتيوب عامل اي بي اي مخصوص للموضوع ده. فالاي اي يبعت طلب صغير ويقول فيه هات لي عدد مشاهدات الفيديو الفلاني، ويرد عليه اليوتيوب من الناحيه الثانيه بعدد المشاهدات ويقول له خد يا عم اتفضل الفيديو ده عليه مثلا 10000 مشاهده. ونفس الفكره مع جوجل مابس، بدل ما الاي اي يدخل يدور بنفسه يبعت له طلب يقول له هات لي شركات البرمجه اللي في مصر اللي تقييمها فوق ال4.5 مثلا، فيرجع له بالبيانات جاهزه. ببساطه الاي بي اي هو الطريقه اللي البرامج بتتكلم بيها مع بعض، والاي بي اي تقريبا موجود في كل الخدمات والتطبيقات اللي بنستخدمها كل يوم. ومن غيره اي موديل ذكاء اصطناعي بيكون ذكي لكنه بيكون محبوس جوه في القاعه وما يقدرش يخرج منها. وبمجرد ما تديله صلاحيات ويب ايز مختلفه ده هيخليه خارق حرفيا. لكن وده المهم، مش معنى ان في بي اي انك تقدر تستخدمه بسهوله، ودي المشكله اللي هتقابلنا دلوقتي.
طيب خلينا نربط اي بي اي مجاني ونشوف الموضوع بيتم ازاي على سبيل التجربه. ده موقع اي بي اي مجاني بيخص ناسا. بعد ما تسجل عليه هيبقى يبعت لك الاي بي اي كي في ايميل، وطبعا الاي بي اي كي ده سري وما ينفعش اي حد يشوفه، بس انا هحذفه بعد الفيديو ده مباشره. المهم ان اخلي الايجنت يتواصل مع ناسا اي بي اي مباشره عن طريق الاي بي اي كي ده، واطلب منه الخدمه اللي انا عايزها من الموقع. والاي بي اي ده بيوفر صوره او فيديو جديد كل يوم من ناسا، ولو الاي بي اي مش متوصله الايجنت مش هيعرف يجاوب. فانا هنا عشان اختصر وقت الفيديو بعت له البرومت ده، وكنت جايبه من شات جي بي تي، وبعت له معاه الاي بي اي كي اللي خدناه من شويه. وزي ما قلت لك افتكر ان الاي بي اي كي ده بيكون سري جدا وما ينفعش اي حد يشوفه. المهم زي ما انتم شايفين هنا هو رد عليا باللي انا عايزه بالظبط، بعت لي اسم الصوره، تاريخها ونوعها، وكمان بعت لي لينك للصوره اللي انا عايزها. وزي ما انتم شايفين بعت لي صوره اتش دي زي ما انا طلبت منه بالظبط. طيب وبعد ما اشتغل هل خلاص خلصت كده؟ الاجابه انه للاسف لا. تخيل ان مشروعك محتاج بيانات من جوجل مابس، وخدمات من اليوتيوب، وخدمات بحث، وخدمات ماليه، وغيرها وغيرها وغيرها. هل هتفضل تعمل اكونت لكل خدمه معينه وتفضل تطلع اي بي اي كي لكل واحده منهم؟ ده غير ان كل واحده طريقه عملها غير الثانيه، ويا سلام بقى لو في اوثنتيكيشن كمان، الموضوع بيكون معقد جدا. ده غير ان لو اي بي اي مش مجاني هتضطر تدفع لكل خدمه لوحدها. ده غير ان اصلا في خدمات مش هتسيبك تستخدم الاي بي اي بتاعها بسهوله، في خدمات لازم تعمل عليها ديفلوبر اكونت او اكونت مطور عشان تقدر توصل للاي بي اي بتاعهم، وفي خدمات بتكون انتربرايز اصلا يعني انت كفرد ما تنفعش توصل لها، وغيرها وليله كبيره قوي سعادتك. فالمشكله هنا مش انك تربط اي بي اي، ربط الاي بي اي في حد ذاته سهل وما فيهوش مشكله زي ما شفنا. المشكله الحقيقيه انك توصل للخدمات دي وتديرها كلها مع بعض، ولو بتتعامل مع عشرات الشركات هتلاقي الموضوع ممل جدا ومرهق، وكمان البيانات اللي انت محتاجها اصلا ساعات بتكون مش موجوده. يعني بدل ما تركز في بناء الايجنت هتقضي نص وقتك بتربط الخدمات ببعض. وهنا بقى يجي دور سبونسر فيديو النهارده وهو ايسا. طيب ايسا او ايسا مش هتفرق، المهم ان ايسا ببساطه مش موديل ذكاء اصطناعي جديد زي ما انتم متخيلين. ايسا هي خدمه فكرتها مختلفه شويه، هي بتسهل لك انك بدل كل مره تدور على الخدمات اللي انت محتاجها بنفسك وتشوف كل شركه بتقدم ايه وتعمل حساب متخصص في كل واحده منهم، ايسا بيجمع لك كل ده في مكان واحد. يعني بدل ما يبقى عندك 20 او 30 اكونت هيبقى عندك اكونت واحد بس، وبدل ما تشحن رصيد في كل خدمه لوحدها هيبقى عندك محفظه واحده تستخدمها في كل الخدمات اللي انت محتاجها. ومش قادر اقول لكم الموضوع ده بيريح البال قد ايه، وهنشوف مع بعض كمان شويه. وده بالتالي هيوفر عليك مجهود ووقت كبير جدا، وخصوصا لو هتبني ايجنت زي ما هنعمل فيديو النهارده، او لو مشروعك بيعتمد على اكتر من مصدر من البيانات. وكمان من الحاجات اللي عجبتني جدا في المنصه انها بتوفر لك الوصول لخدمات ومصادر للبيانات ممكن يكون صعب عليك جدا انك توصل لها كفرد، او محتاجه اشتراكات كبيره عشان تستخدمها بشكل مباشر. وفي رايي بقى اكتر حاجه مميزاها ان انت مش بتدفع لها اشتراك شهري زي بقيه المواقع، انت بتدفع على قد احتياجك وبس. يعني ممكن تشحن ب $30 وتقعد معاك سنه كامله عادي جدا، بدل ما تشترك في 10 خدمات وتدفع اشتراك شهري لكل واحده فيهم. بيبقى عندك محفظه واحده واكونت واحد وبتدفع مره واحده وبتستخدمها على حسب احتياجك. وده بصراحه مناسب جدا لو لسه بتجرب فكره جديده، او لو بتبني بروتوتايب، او حتى لو لسه بتتعلم. وطبعا وده مهم اوضحه، ده مش معناه ان اي بي هتشتريه هيكون ارخص انك تشتريه من الشركه نفسها، لكن الفكره كلها انك مش محتاج في البدايه انك تخش في اشتراكات كتيره وتدفع مبالغ كبيره عشان تجرب فكره ممكن ما تكتملش. وبعد ما فهمنا فكره ايسا تعالوا بقى نربطها بالايجنت بتاعنا ونشوف فعلا هل يقدر يحل المشكله اللي كانت عندنا من شويه ولا لا. طيب كفايه كلام نظري لحد كده، وخلينا ندخل على الويب سايت بتاعهم ونشرحه واحده واحده ونشرح لكم ازاي تستخدموه. طيب انت اول ما تخش على الموقع بتاعهم هيظهر لك الواجهه دي. خلينا ننزل على اللي يهمنا من الموقع وهو كذا سيكشن، من ضمنهم السيكشن ده. وهنا انا بعرفك الشركه دي اتعاملت مع مين وانها موثقه من شركات كبيره جدا زي علي بابا وفيزا وماستر كارد وستريب وغيرهم. المهم خلينا ننزل تحت شويه، والسيكشن ده مهم بس هنرجع له شويه كده في الفيديو، وننزل على اهم سيكشن في الموقع كله وهو السيكشن ده. وهنا هتلاقي عندك 3 خانات وهتلاقيهم برده موجودين عندك فوق في الناف بار لو انت حابب توصل لهم من هنا. المهم الخانه الاولى بتاعتنا وهي الاي بي ايز، والسيكشن ده بيوضح لك ايسا عندها ايه من الاي بي ايز. طبعا هنا فيها اكتر من 1000 اي بي اي مدعوم، ومن اشهرهم يوتيوب وبنترست وانستجرام وتويتر وغيرهم. حرفيا كل ما لذ وطاب هتلاقيه هنا، وده كله باي بي اي كي واحد. يعني انت مش مضطر تدخل على موقع منهم وتجيب منه الاي بي اي كي زي ما شرحنا. المهم انت لو قعدت تنزل مش هتخلص يعني، فهم دول اشهر حاجه موجوده في الموقع. والخانه اللي بعد كده معانا وهي ال ال ام، وهنا بيوضح لك ايه الموديلز المدعومه من خلال ايسا. وطبعا هتلاقي هنا عندك اغلب الموديلات اللي موجوده في العالم كله موجوده، سواء الموديلات الصينيه او الاوروبيه. وكمان لو حابب تعرف اسعارهم هتلاقيني هنا موضح لك السعر لكل مليون توكن. ومش بس ايسا بتتيح لك انك تربط الموديلات دي مع اي بي ايز المختلفه، كمان عندهم سكيلز او مهارات تقدر تربطها بالموديل بتاعك، زي مهاره الكريبتو اللي بتجيب لك تفاصيل كامله عن العملات المشفره وغيرها، وكمان خدمه البحث في اليوتيوب اللي ذكرناها اول الفيديو، وغيرها من المهارات الجميله جدا الموجوده على ايسا. يعني هي مش بس بتتيح لك اي بي اي، لا كمان بتضيف لك مهارات للموديل بتاعك. وكمان في حاجه عجبتني جدا عندهم وهي الدوكيومنتيشن بتاعهم. لو جيت هنا ودخلت عند الدوكيومنتيشن زي ما وضحنا هتلاقي دوكيومنتيشن جميل جدا وشرحه مبسط ولذيذ. لو انت كنت حابب شرح اكتر من اللي شرحه في الفيديو ده فتقدر تخش عليه وهتفهم منه كل حاجه ان شاء
شاء الله. المهم عشان تربط ايسا بالموديل بتاعك هتبدا تخش هنا على جيت ستارتد، هيوجهك على الصفحه دي، هيبدا تسجل باي ايميل تحبه. انا عن نفسي اسجل بايميل جوجل، وبعد ما تسجل هيبتدي يظهر معاك الداشبورد دي، وتقريبا هيديك $1 مبدئي مع اول تسجيل ليك مجانا. المهم خلينا نكمل. هتخش على جيت ستارتد، هنا هيشرح لك انت تعمل ايه بالظبط، بس خليك ماشي ورايا. اول حاجه هتعملها هتروح على خانه الاي بي اي كيز دي، هيظهر لك الشكل ده، هتدوس على نيو اي بي اي كي وهتسميه اي اسم تحبه، وليكن مثلا انا هسميه تيست، وبعد كده هتدوس على كرييت كي، هيبتدي يظهر معاك الكي ده. طبعا ده بيبقى سري زي ما ذكرنا من شويه وما ينفعش اي حد يشوفه. خلينا نكمل. بعد ما تعمله هترجع للويب سايت وتنزل الخانه اللي قلت لكم عليها، هنرجع لها، والطريقه ما فيش اسهل منها. كل اللي علينا ان احنا ننسخ البرومبت اللي هم عاملينه جاهز لينا ده، ونرجع للايجنت ونختار اي موديل مجاني. انا مثلا هختار الموديل ده، وبعد كده هنسخ البرومبت اللي هم حاطينه وهدوس سند، وهنستنى شويه. وزي ما انتم شايفين هنا بدا يطلب مننا الاي بي اي كي اللي عملناه من شويه، فهنرجع للموقع ونخش على الداشبورد، وبعد كده ننزل على اي بي اي كيز وننزل على الكود اللي احنا عملناه او الاي بي اي كي اللي احنا عملناه وناخده نسخ. بعد كده نروح للموديل ونحطه تاني وندوس على كونتينيو. طيب وبكده تكون ايسا الحمد لله ارتبطت بنجاح. ولو جيت تدوس هنا هتلاقي عندك الموديلز الجديده اللي ظهرت. طبعا كل موديل من دول ليه سعر لكل مليون توكن زي ما شفنا في الموقع من شويه، وتقدر تشوف الاسعار من المكان ده بالظبط. وليكن مثلا احنا هنستخدم موديلز جوجل، فهنخش هنا هنلاقي هنا السعر بالتفصيل لكل مليون توكن زي ما انتم شايفين هنا. بس انا انصحكم في النقطه دي تستخدموا الموديلز الصينيه لان هي رخيصه جدا جدا بالنسبه لباقي الموديلز اللي موجوده، و$30 كافيين ان هم يقعدوا معاك سنه مرتاح لو انت بتستخدم بس الموديلز الصينيه في الشات. طيب وفي كمان حاجه عجبتني جدا عايز اوريها لكم، وهي اليوزر لوجز، وهي ببساطه انك لو دخلت على الداشبورد وجيت هنا عند اليوزر واللوجز هتلاقي هنا بيقول لك انت استخدمت قد ايه بالتفصيل، لا وكمان تاريخ كل عمليه والموديل اللي استخدمته فيها واستخدمت فيها كام توكن وسعره. ودي بصراحه انا شايفها حاجه ممتازه جدا لانك هتشوف تكلفه كل عمليه حاصله بشكل واضح، وهتعرف الفلوس رايحه فين وجايه منين. طيب بعد ما شرحنا الموقع خلينا نجرب المثال اللي استخدمناه من شويه وبنفس البرومبت اللي احنا كنا باعتينه. فهنروح على الشات اللي كان معانا من شويه وكان فيه مشكله، ونطلع ناخد البرومبت كوبي ونروح لسيشن جديده وننسخه ونختار الموديل من هنا. وانا عشان اختصر وقت الفيديو فبعته له بالفعل قبل كده، وزي ما انتم شايفين قدر يجيب اخر التويتات مع اسم الناشر وعدد الفولورز بتوعه وملخص التويته وكمان عدد التفاعلات عليها، وكمان حطيت اللينك زي ما قلت له بالظبط. فخلينا كده نجرب بوست منهم مثلا، هنلاقيه شغال زي ما احنا شايفين، بس برضه دي لازالت مهمه بحث بسيطه. فخلينا نجرب حاجه اصعب شويه. انا دلوقتي هطلب منه حاجه كتير منكم سالني عليها، وهو انه ايه هو افضل لابتوب بميزانيه معينه. فانا هشرح له حالتي وانت تقدر تشرح له بالطريقه المعينه، وهخليه يلف لي على مواقع اللابات المستعمله ويجيب لي افضل لابتوب بافضل سعر حسب الميزانيه اللي انا حطيتها له. وده مش عايز اقول لكم هيوفر عليا وقت قد ايه لو انا كنت رايح اشتري لابتوب فعلا، لان انا لما اجي اشتري اي حاجه بقعد ايام بدور على الحاجه اللي انا عايزها دي، فده في خلال دقايق ممكن يوفر لك ساعات من البحث وممكن كمان توصل لايام. فخلينا نجرب مع بعض. دلوقتي انا دخلت لشات جي بي تي وقلت له انا عايز برومبت ادي له هيرمس ايجنت، وقلت له ان انا عايزه يجيب لي افضل لابتوب بميزانيه معينه، وبدات اشرح له حالتي. قلت له انا طالب في كليه حاسبات وميزانيتي 15000 جنيه، دوري على افضل لابتوبات مستعمله في فيسبوك ماركت بليس واوليكس اللي هو ديبوزل دلوقتي، وقلت له استبعد اي جهاز سعره مبالغ فيه او حالته سيئه، ورشح لي افضل 5 اجهزه مع سبب اختيار لكل واحد فيهم. وكمان انا هضيف حاجه خطيره جدا، وهي ان انا هقول له ان انا عايزك كل يوم الساعه 9 الصبح تبعت لي احدث 5 لابات بناء على الفلتر اللي انا اديته له ده. فخلينا نبعت له البرومبت ده، وبعد ما اخلص هو غلط وبعته لي باللغه العربيه بس مش مشكله، انا دلوقتي هطلبه منه باللغه الانجليزيه، وده طبعا عشان يكون ادق. طيب وبعد ما اخلص هناخده نسخ ونروح على الايجنت بتاعنا وناخده هنا بيست ونختار الموديل بتاعنا. وزي ما قلت لكم ارخص حاجه هي الموديلز الصينيه وارخص بسعر ملحوظ جدا. فخلينا نحط له مثلا ديب سيك وابعت له. وطبعا برضه عشان اوفر وقت الفيديو فانا كنت بالفعل بعت له نفس البرومبت قبل كده، ويا الله على المتعه اللي حسيت بيها لما خلص. تعالوا بصوا معايا، بدا يرشح لي لابات بارخص كمان من الميزانيه اللي انا اديتها له، وبدا يشرح لي مواصفاتها، وكمان بيقول لي هو سعره في الماركت قد ايه وهو جابه لي بخصم قد ايه. يعني هو مثلا اللاب ده رينج سعره حوالي من 15 ل 17 وهو جايبه لي ب 12500، وكمان جايب لي اللينك بتاعه. فخلينا نخش نشوف اللينك مع بعض. زي ما انتم شايفين جابه لي من موقع مصري موثوق وبنفس المواصفات اللي هو قال عليها وكمان بنفس السعر، فيمكن دي ضربت معاه. خلينا نجرب مثال تاني، وليكن مثلا نختار اللاب ده. زي ما انتم شايفين هو سعره 12500، وقال ان هو سعره في السوق بيتراوح من 13000 ل 15000، فهو بيقول لي انت وفرت كده من حوالي 500 ل 2500 جنيه. فبرضه خلينا نشوف اللينك بتاعه، وزي ما انتم شايفين لاب حالته كويسه جدا وبرضه بنفس السعر اللي هو قاله لي. وكمان والحاجه العبقريه جدا هو ان احنا زي ما قلنا له بالظبط كل يوم الساعه 9 هيبدا يعمل نفس الوظيفه ويبعت لي 5 لابتوبات بنفس الاسعار دي. فهمتوا قصدي ايه؟ هو مش مجرد جاب لي لابتوب، هو لف على اكتر من مصدر وقارن الاسعار وشاف المواصفات ورجع لي بافضل اختيار فيهم، وده وفر عليا وقت كان ممكن اقعد فيه ايام بدور حرفيا. وهنا بقى انت الموديل بتاعك ما بقاش شات بوت عادي، ده بقى ايجنت يقدر يتصرف مكانك على الانترنت. بس لسه مش ده كله هدف الفيديو، احنا ولا بندور على لابتوب ولا عايزين اخبار، احنا عايزين نبني ورك فلو يدور بيها على شركات زي ما شرحنا ويطلع لي فرص ممكن ابدا بيها شغل حقيقي. فتعالوا نشوف هيعملها ازاي.
طيب الهدف بسيط جدا، انا عايز الايجنت يدور على الشركات ويحللها ويشوف مين فيهم ممكن يكون عنده مؤشرات انه محتاج الخدمه اللي انا بقدمها، وكمان يجمع لي كل البيانات اللي انا ممكن احتاجها، بحيث بدل ما اقعد ساعات ادور يبقى عندي لسته كامله اقدر ابدا بيها. فخلينا نخش على شات جي بي تي وابعت له التفاصيل اللي انا محتاجها. وانا عشان اوفر وقت الفيديو فانا بالفعل بعت له البرومت ده، وبرده بدات بنفس الكلمه بتاعت المره اللي فاتت، قلت له انا عايز برومت ابعته لهيرمس ايجنت، وبدات اشرح له انا عايز الايجنت ده يعمل ايه بالظبط. بدات احدد له نوع الشغل اللي انا عايزه، وبدات احدد له شويه شروط كده عشان اطلع بافضل نتيجه ممكنه، وكمان قلت له انا عايز منه ايه بالظبط يطلعه لي في الليسته دي. وفي اخر البرومت قلت له ان انا عايزه يبعت له نوتيفيكيشن كل يوم الساعه 9 الصبح زي ما عملنا في اللابات كده. فخلينا نبعت له البرومت ونستنى نشوف هيبعت لنا ايه. طيب بعد ما نخلص خلينا ناخد البرومت ناس ونروح للايجنت الجميل بتاعنا بيس، ونختار الموديل من هنا زي ما اتفقنا ونبعته له. وانا برضه عشان اختصر وقت الفيديو فانا بالفعل بعت له البرومت ده قبل كده. فخلينا نشوف النتائج مع بعض، وزي ما انتم شايفين النتائج طلعت اكتر من ممتازه، وعمل لي بالظبط اللي انا قلت له عليه. جاب لي اسم الشركه، تقييمها على جوجل، لينك الصفحه بتاعتهم، وده السكور بتاع الموقع بتاعهم. كمان عمل حركه جميله، هو ان قال لي فرصتك في الموقع ده هتكون قد ايه. زي ما انتم شايفين هنا اعلى فرصه، وهنا متوسط، وهنا اقل واقل واقل. وكمان مديني ايميل عشان اقدر اتواصل معاهم بيه على طول زي ما قلت له. في شركتين ما جابليش الايميل بتاعهم، بس مش مشكله، احنا كده كده لسه بنجرب دلوقتي، ودي مش النسخه النهائيه للايجنت. وكمان عمل لي ملخص جميل كده قال لي فيه هو عمل ايه بالظبط، وهنا قال انه تمام كل يوم الساعه 9 الصبح هيبدا يبعت لي نوتيفيكيشن زي ما قلت له. وكمان عمل حاجه جميله جدا، وهو انه جاب لي كل الشركات اللي عملها لي دي وحطها لي في تكست وسجلها لي في المكان ده، فدي حاجه تحسب له جدا الصراحه. طيب دلوقتي بقى وصلنا للمرحله اللي انا مستنيها من اول الفيديو. بعد ما الايجنت طلع لي الشركات وراجع المواقع وطلع لي بيانات الاشخاص المسؤوله والايميل بتاعهم، فاضل اهم خطوه في الرحله كلها، وهي دي اللي انا عامل عشانها الفيديو اصلا، وهي ان ابدا اتواصل معاهم، وده اللي هيحدد اذا كانت التجربه نجحت ولا لا. وانا مش هختار الشركات كلها اللي جايبها لي، انا هختار بس شركتين كنوع من انواع التجربه واشوف هيردوا عليا ولا لا. وليكن على سبيل المثال انا هختار اول شركتين هم جابوهم لي دول. وكمان انا مش هجيب حاجه من عندي، انا هستعين بشات جي بي تي بالايميل اللي هبعته لهم، واقول له فيه كل التفاصيل اللي انا محتاج ابعتها لهم، وابعت رساله تكون مخصصه لكل شركه منهم وتوضح لي انا بكلمهم وايه القيمه اللي انا ممكن اقدمها لهم. فيلا بينا نشوف. طيب انا دلوقتي دخلت لشات جي بي تي وبدات اوضح له كل البيانات اللي انا خدتها من هيرمس، وقلت له الشركه بتقدم ايه وايه المشاكل اللي فيها، وقلت له انا عايز الايميل اللي هبعته للشركه دي، فبعت الايميل اللي انتم شايفينه ده، ونفس الكلام مع الشركه الثانيه اللي قلت لكم عليها. ودخلت لكل شركه فيهم وبعت لهم الايميلات اللي جابها لي شات جي بي تي، وخلينا نبعتهم مع بعض ونقول بسم الله. ده الايميل الاول، الايميل الثاني، وبكده هنستنى 48 ساعه بالظبط ونشوف هل فيهم حد هيرد عليا ولا لا. يلا بينا. طيب وكمان بعد ما خلصت ودخلت على الليسته اللي هو عملها لي، لقيت انه مش بس في ايميلات، لا ده كمان سايب لي ارقام الموبايل زي ما قلت له بالظبط. وزي ما انتم شايفين في اكتر من شركه سايب رقم الموبايل بتاعها، فخلينا نواصل مع واحده او اتنين منهم لعل وعسى حد فيهم يرد علينا. وانا بالفعل اخترت واحده منهم وبعت لها رساله زي ما انتم شايفين كده، وخلينا نستنى 48 ساعه ونشوف هيردوا علينا ولا لا. طيب يا جماعه انا صحيت على احلى خبر ممكن حد يصحى عليه، وهو ان الشركه ردت، ومش ردت اي رد، لا دي كمان وافقت على ان انا اعمل لهم الويب سايت، وقالوا لي ان هم اصلا بيفكروا في الموضوع ده من بدري بس كانوا لسه مستنيين يلاقوا حد مناسب. وكمان قالوا لي ان هم فاضيين النهارده وممكن يتكلموا معايا بعد الساعه 7، فخليني افطر الاول وبعد كده ارد عليهم واوريكم انا عملت ايه معاهم. يلا بينا. طيب انا دلوقتي رديت عليهم اهو، واتفقنا ان احنا نتكلم النهارده على الساعه 7 بالليل ونتفق على التفاصيل ونشوف هنعمل ايه. فخلينا اكلمهم واقول لكم النتيجه. السلام عليكم، ازيك يا هندسه؟ الحمد لله كله تمام. ايه الاخبار؟ من حلوان. ده شرف ليا والله، ده شرف ليا. تمام، انت شرح لي التفاصيل وانت محتاج ايه بالظبط وانا ان شاء الله يعني انا كده كده اشتغلت على حاجه زي اللي انت بتقولها دي قبل كده، انا كده كده في تصور في دماغي ممكن اقوله لك وابعت لك السكتش بتاعه، ولو عجبك ممكن نبدا شغل على طول باذن الله يعني. انا بس محتاج دلوقتي تقول لي كل التفاصيل اللي انت محتاجها ومحتاج نقدم لك ايه بالظبط. تمام زي الفل، مفيش مشكله، تحت امرك، مفيش مشاكل. تمام يعني انت حابه يكون صفحه واحده فيها دارك ولايت مود وفيها 8 سكاشن صح كده؟ خلاص تمام ماشي. مش حابب طبعا لغه عربيه ولغه انجليزيه ولا الكلام ده خالص صح؟ تمام مفيش مشكله. خلاص على خير باذن الله. انا كتبت دلوقتي كل اللي انت محتاجه، خلاص مفيش مشكله. ممكن اخلص السكتش باذن الله وابعته لك كده تقول رايك المبدئي، ولو في اي تعديلات ممكن نبقى نعملها، وبعد كده ان شاء الله لو عجبك نبدا شغل على طول. تمام. طيب بالنسبه بقى للاستضافه، خلاص مفيش مشكله يا هندسه، تحت امرك. ماشي مفيش مشكله، وان شاء الله بعد ما اخلص ونلم كل حاجه ممكن نبقى نتكلم في السعر، مفيش مشكله. بص انا ما ببصش قوي على حته المقدم دي، بس يعني انا واثق فيك يعني، كفايه والله انك انسان ذوق يعني بجد. انا يعني والله يعلم ربنا انا مبسوط جدا بالمكالمه معاك يعني ومرتاح لك. خلاص مفيش مشكله. خلاص ان شاء الله لو اتفقنا على السعر ممكن ابعت لك الحساب تحول عليه. تمام ماشي يا هندسه. خلاص بكره باذن الله يكون عندك السكتش. تمام ماشي يا هندسه. ماشي تمام، اتشرفت بيك. السلام عليكم.
طيب خلاص الحمد لله اتفقنا، وقال لي ان هو يبعت لي 30% مقدم من السعر، بس طبعا احنا لسه ما اتفقناش على السعر لان لسه ما شفتش هو متطلب ايه بنسبه 100%. فالنهارده هشتغل له على السكتش بتاعه وهبعته له، وبعد كده هنتفق على السعر. وعشان الفيديو ده ينزل وما ياخرش اكتر من كده، فلو بالفعل اتفقنا على السعر وبعت لي مقدم هتلاقوه عندكم هنا على الشاشه. المهم يعني انا برضو فكرت في فكره ثانيه، وهي ان اصور لكم التجربه دي، لو عايزينها قولوا لي في التعليقات، لاني فكرت ان العميل ده ما بنوش الوك بتاعه بنفسي، ابنيه عن طريق الاي اي. فلو كنتوا حابين حاجه زي كده اكتبوا لي تحت في التعليقات، ان شاء الله تكون بدايه فتح الخير علينا. ويلا بينا نكمل الفيديو. طيب بعد ما خلصت التجربه اقدر اخيرا اجاوب على السؤال اللي بدانا بيه الفيديو، هل الموضوع ده مجرد فكره حلوه ولا فعلا ممكن يجيب نتيجه؟ بصراحه انا كنت داخل التجربه دي وانا متوقع ان اقصى حاجه ممكن تحصل ان اطلع لسته شركات كويسه وخلاص، لكن اللي حصل ان النتيجه طلعت احسن بكتير من اللي اتوقعه زي ما شفته. وده بالنسبه لي كان اكبر اثبات ان الفكره دي مش مجرد كلام نظري. اوضح نقطه مهمه جدا، الايجنت وفر لي وقت البحث وجمع لي شركات ووصلني بالشخص المناسب، لكن مش هو اللي قفل الصفقه. في الاخر انت اللي بتتكلم مع العميل، وانت اللي بتعرض عليه خدمتك، وانت اللي لازم تقنعه. هو اداه مساعده ليك وبتخليك توصل لمرحله البيع اسرع بكتير زي ما شفنا. طيب هل هي فعلا وفرت وقت؟ بالنسبه لي الاجابه بالتاكيد لان بدل ما اقضي ساعات بدور وبجمع بيانات وبحاول اوصل للشخص المناسب، بقى عندي ورك فلو او ايجنت بيعمل الجزء الممل ده يوميا بدالي. ومن ناحيتي انا بركز على الجزء اللي بيجيب فلوس فعلا واقناع العميل. طيب هل كل البيانات كانت صحيحه بنسبه 100%؟ بالتاكيد طبعا لا، في شركات بياناتها كانت ناقصه زي ما شفنا، وفي معلومات احتجت ان انا ارجعها بنفسي، وده طبيعي جدا مع اي مصدر بيانات. وعشان كده ما تاخدش اي نتيجه من الايجنت وتبدا تتعامل معاها انها حقيقه مطلقه، راجعها الاول وبعدين ابدا تواصل مع العميل. طيب بالنسبه لي هل هستخدمه تاني بعد اللي حصل ده؟ فبصراحه اكيد، مش لانه بيجيب عملاء بضغطه زرار، لكن لانه اختصر عليا ساعات من الشغل الروتيني وخلاني اركز على الحاجه اللي فعلا محتاجه تدخل مني. فلو انت فريلانسر او ايجنسي وبتقضي وقت كبير جدا في انك تبحث عن عملاء، فانا شايف ان النوع ده من الورك فلوز ممكن يوفر عليك وقت محترم جدا، وبيخليك تركز على اهم جزء، انك تقدم قيمه وتقفل صفقات بدل ما تفضل طول اليوم بتدور على مين تكلمه. طيب لو عجبك الورك فلو اللي عملناه في فيديو النهارده وحابب ان انت تجربه بنفسك، انصحك ما تبداش ب 100 شركه مره واحده. مثلا ابدا بنوع بيزنس واحد وحدد ايه اللي يخلي الشركه دي مناسبه ليك، وجرب على عدد صغير الاول، ولو لقيت ان النتائج كويسه تقدر بعد كده تكبر الورك فلو بتاعك وتخليه يدورك على فرص جديده بشكل مستمر. هتلاقيني سايب لك لينك ايسا في الوصف وفي اول تعليق مثبت، جربه بنفسك وقول لي قدرت تعمل بيه ايه على الرقم اللي موجود في البايو. ويلا مستني ابداعاتكم. وبالمناسبه لو انت مهتم بعالم التكنولوجيا والبرمجه ولسه ما شفتش الفيديو ده، فانت فايتك كتير، يعني في الفيديو ده مش هخلي البرمجه بس تعرض نتائج قدامك على الشاشه، لا انا كمان هخليها تدخل في حياتك الحقيقيه. ما تنساش تبقى تاخد لك بص عليه. وبس يا معلم، كالعاده لو حسيت انك استفدت ما تنساش تشترك، تعمل لايك وتسيب كومنت تحت كنوع من دعم المحتوى. وبالمناسبه انا بقرا تعليقاتكم كلها، فمستني اشوف تعليقاتكم تحت. وبس كده يا معلم، انا خلصت، تقدر تتفضل. سلام 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 سلام. انت جننت امي على فكره، انت جننت امي، انا بجد زهقت.